حين تبحث عن نقطة ضوء، ما عليك فعله هو قطع المسافة باتجاهه كي تبصر الأشياء على حقيقتها، وكي تبصر التتويج بلقب. الأمر يبدو صعبا لمن ضيع من نقاط كانت بالمتناول. ليقول قائل: لننسى ما فات ونركز على ما هو قادم. الفرصة أمامنا، أتيحت من جديد. الفوز هو خيار أوحد نحو الوصول إلى القمة، ولو كان من الباب الضيق. بوعاليا سمع الخبر وكاد أن يفتتح باب التسجيل في أولى أنفاس المباراة. بعده حاول الصيفي قول كلمتهم على أرض حسين آيت أحمد، محاولين ألا يسقطوا في أولى دقائقها وبين أنصار ألهبوا القلعة الصفراء. لكن محاولتهم لم تأتي الثمار. في الشوط الثاني كانت عزيمة المدرب الألماني زيمباور أكثر من لاعبيه، فقرر أن يجسد مقولة الشوط الثاني للمدربين بعد أن رأى أن الحل لفك شفرة الوفاق هو الدولي السابق ورئة الفريق رياض بودبوس. رياض الذي سمع هو الآخر الخبر وأدخل معه مفاتيح الفرج ليجسد ذلك بأولى الأهداف، محتفلا بطريقة قال فيها: أنا هنا دائما موجود. تحمل دفاع الضيوف عبء الدقائق الأولى للشوط الثاني. رغم ذلك لم يقدر دفاع الوفاق ولا حارسه الوقوف أمام صاروخية كسيل بوعاليا من خارج منطقة العمليات، مسجلا هدفا عالميا يسجل في خانة الأهداف الجميلة للمستدير. المباراة أخذت طابع الشد والجذب إلى غاية آخر أنفاسها، حتى وضع الحكم عوينة حدا لصراع العملاقين المنتهي لصالح أصحاب الأرض الذين حافظوا على الوصافة قبل جولتين من نهاية موسم صنع الاستثناء عن بقية المواسم السابقة للدوري الجزائري موبيليس.